الله رب العالمين. وده برضو عينه من الطبار. ما شاء الله. لان الطبار برضو مهدور حقه يعني. لا هما الاثنين واحد. هو الفرق ان البوري سمين شويه عن الطبار، بس هما الاثنين فسيخ. يعني هما الاثنين زي مثلا في انسان وشه مدور وانسان وشه طويل ونفس الحكايه. هو البوري بتبقى السمكه الراس بتاعتها تخينه شويه كبيره وقصيره، والطباره بتبقى السمكه جوزها رفيع شويه وطويل. يعني ده فرق معانا اهو. بس هو نفس الطعم ونفس كل حاجه، نفس الجوده ونفس اختلف الطعم. بس من حجم السمكه بس، او حجم اللحم اللي في السمكه، نسبه الدهون بس. هو نسبه الدهون في البوري اعلى شويه من الطبار، ولكن الجوده الاثنين واحده. حلو. لان هو الطبار يعني حقه مهدور شويه في السوشيال ميديا. طيب دكتور علي بقى، يعني بنستعد بقى ازاي لشم النسيم؟ يعني كسخانيه، يعني بنستعد ازاي لشم النسيم بتجهيز الفسيخ او سواء الفسيخ او السردين؟ بص حضرتك، هو المشكله في الفسيخ ان هو المعلومات المغلوطه عليه كتير قوي. في ناس كتير بتخاف تاكل فسيخ بسبب يقول لك ده بيسبب تسمم او ان هو مؤذي او الكلام ده. لا، هو احنا اصلا مع وزاره الصحه احنا كل يوم بتجي لنا لجنه من سلامه الامن والغذاء، من الامن البيطري، من الطب البيطري، من التموين، من الحي، وبيتاخد عينات بصفه دوريه بيتحلل فيها البكتيريا، بيتحلل فيها نسبه الهستامين وكل انواع البكتيريا المسببه للتسمم. الحمد لله كلها سليمه. واحنا بنهتم بالجزء ده، خاصه ان انا اصلا جزء بتاع ان انا ليا في المجال بتاع التحاليل والجزء الطبي، ان احنا بنهتم ازاي نطلع جوده السمكه، في نفس الوقت نبقى بعيد عن موضوع البكتيريا المسببه للتسمم زي اللي هي الكوليستريديوم او الهستامين. وده ان احنا بنجيب سمكه طازه وبنملحها في نفس الوقت على طول. ما ينفعش ان انا اسيبها لحد ما تغير في الشكل بتاعها او في الريحه بتاعتها. لازم السمكه اول ما تيجي تتملح على طول وتبقى في درجات حراره معينه علشان ما يحصلش نشاط بكتيري. وطبعا يعني مع تطور وزاره الصحه واهتمام وزاره الصحه بالموضوع، فالحمد لله رب العالمين نسبه ان هو تسمم او نسبه مشاكل في السمك ده تكاد تكون معدومه، مش عندي وعند يعني في المحله كلها وفي معظم المحلات. طيب دكتور علي بقى، يعني بنجهز بقى ازاي لشم النسيم؟ يعني طبعا شم النسيم خلاص ايام، يوم الاثنين الجاي ان شاء الله شم النسيم. هو كده احنا بنبقى مجهزين السمك من فتره، يعني مش من اقل يعني مثلا من حوالي 3 اسابيع لشهر بنجهز الكميه بتاعت شم النسيم وبنحضرها علشان يمكن تقريبا في يعني شم النسيم يعني في التمليح في الشتاء بياخد فتره اكبر عن فتره الصيف. مظبوط كلام حضرتك مظبوط. هو احنا الفتره دي يعني فتره الربيع هو ما بين الصيف والشتاء، فهو بياخد زي ما بقول لحضرتك ممكن تاخد معانا الوقت. احنا جايبينه مثلا من اسبوعين 3 ومحضرينه ومجهزينه عشان يبقى على شم النسيم يكون بالسوى ده. وطبعا في علامات للسمكه عشان نعرف هي كويسه ولا لا. اولا السمكه لازم تكون ماسكه نفسها، يعني السمكه ما تبقاش سايحه قوي ولا ناشفه قوي، والسمكه تكون لونها وردي زي ما انا مثلا فاتح لحضرتك كده. ده لون اللحم بتاعها وردي، اللون بتاعها بيبقى وردي، ولا هو احمر دموي في سوائل دمويه، ولا هو لونه ازرق او لونه غامق. ولازم تكون السلسله سليمه، يعني مكسوره، يعني ما تتفرفتش معاك. يعني اللحمه تكون زي ما انت حضرتك شايف كده، تكون اللحمه متماسكه ان شاء الله. يعني انا برضو يعني انا هخلي لحضرتك كده واحده واحنا واقفين. طيب دكتور علي بقى، بما انك يعني اخصائي تحاليل وكيميائي، يعني ازاي بقى نفرق ما بين الفسيخه الكويسه والفسيخه يعني نصيحه كمواطن للمواطنين عامه؟ يعني زي ما انا بقول ازاي بقى ننصح المواطنين يفرقوا ازاي ما بين الفسيخه الكويسه والفسيخه الوحشه؟ اولا الفسيخه تكون متماسكه، رقم واحد. رقم اثنين ان انا اللحم بتاعها يبقى متماسك في الجلد. مش معنى ان هو يكون ناشف، لا، تكون السمكه طريه زي دي كده بس يكون متماسك. السمكه اللي مش كويسه بتبقى عامله زي المرهم، يطلع في ثانيه كانها كريمي. ثانيا برضو العلامه المميزه ان انت لما بتيجي تضغط من بره ايدك بتعدي، بيبقى في تحلل في اللحم وتحلل في النسيج. انما يعني انت لو حطيت ايدي هنا كده ايدك بتعدي الناحيه الثانيه، ده السمكه اللي مش كويسه. انما ما شاء الله ده السمكه اللي هي الستاندرد، الحاجه الايديال يعني. ان هي السمكه تكون مستويه لونها وردي واللحم لازم في الجلد بالظبط كده. ما شاء الله ما شاء الله. تمام. حاجه ما شاء الله رب العالمين. طيب
ده العلامات اللي هي اللي السمكه تكون كويس. ايه بقى في علامات ثانيه يعني كمواطن مثلا انا راح اشتري مثلا من محل او من ايا كان، ايه برضو يعني ابرز الحاجات اللي هي اولا تعرف ممكن إن السمكة كويسه؟ تكون اولا ممكن السمكه لو هي مثلا لونها مش طبيعي، لو فيها ريحه مش كويسه، لو السمكه متحلله، يعني انت ممكن ما تمسكها تحس ان هي بتطلع اللحم بيطلع من الجلد. ان حتى الطب البيطري او الدكتور البيطري لما بيجي اهم حاجه عنده السلسله، يعني هو لازم يجي يبص على السلسله زي دي كده تكون سليمه مش مكسوره، لازم تكون سليمه مش متفتته زي ما بنقول بالظبط. يعني. انما لو السمكه مش كويسه مجرد ما انا همسكها هلاقي ان هتتكسر في ايدك. هتتكسر في ايدك. دي من اهم العلامات. ثانيا ان هو البكتيريا اصلا اللي هي مسببه للتسمم دي لازم يكون لها وسط معين، الوسط المعين اللي هو يكون وسط لا هوائي، ان انا اسيب السمك فتره طويله ما اعرضهاش لهواء، وعلشان كده ده بيسبب لي او هي دي الوسط اللي بينشط فيه البكتيريا واحنا ما بنوفروش. طب انتوا بقى يعني استخدمتوا البراميل البلاستيك ولا البراميل خشب ولا يعني طيب هو زي ما انت الفرق بين ده وده؟ بص حضرتك، هو احنا بنشتغل في البراميل بلاستيك والبراميل خشب، بس احنا بنفضل البلاستيك لهدف نظافه البرميل. ان البرميل بلاستيك احنا اولا لازم يكون بلاستيك صحي، بلاستيك امن، يعني لازم يكون النوع بتاعه ان هو امن للاستهلاك الادمي. رقم اثنين ان انا بفضل البلاستيك عشان اعاده النظافه، اعاده الغسيل. البرميل الخشب بيبقى صعب شويه في نظافته. بالظبط. البرميل البلاستيك بيبقى سهل النظافه الدوريه، انما الاثنين في ناس بتفضل الخشب، في ناس بتفضل البلاستيك، بس انا بالنسبه لي انا الجوده الاثنين واحد ما بتفرقش. يعني انا بشتغل في تسويه واحده في الاثنين. تسويه واحده في الاثنين. زي ما انت حضرتك شايف كده لازم تكون السمكه زي ما انت شايف كده ما شاء الله كل اللحمه ورق. قبل بقى شم النسيم بقى طبعا يعني بيفضل طبعا الفساد اليومين دول طبعا. اكيد طبعا. الاسعار عامله ازاي يا دكتور فؤاد يعني قبل شم النسيم طبعا؟ والله هل زي السنه اللي فاتت ولا في ارتفاع فيها ولا في ارتفاع بسيط عن السنه اللي فاتت طبعا بسبب الظروف اللي احنا بنمر فيها، بس مش ارتفاع كبير يعني في المتناول. يعني الناس ما شاء الله ناس بتنزل وبتشتري. طبعا في ارتفاع بسيط مش يعني مش اوفر، بس هو اكيد طبعا لان بسبب الازمات اللي بتمر لازم الحاجه تكون كده شويه. طيب الناس بقى الزباين بقى كزبون يعني بيفضلوا بقى يعني العادب ولا الوسط ولا حاجه؟ بص احنا في المحل على فكره اكيل، يعني احنا المحله بيحبوا الوسط، ولا حادق ولا عادل. في بلاد مثلا زي القاهره او اسكندريه زبونها بيحبوا حادق شويه لانه بيعتمد على التخزين، انما زبون المحله اكيل بيحب الحاجه اللي هي وسط، ولا حادق ولا عادل. بالظبط. طبعا في بالنسبه للفسيخ اللي هو العادي خالص بقى طبعا ده انت ما تنصحش بيه. بص انا طبعا هو افضل حاجه الوسط، لان العادل شويه ده ما بيكونش لسه وصل لمرحله التسويه، والحادق طبعا غلط لانه ممكن بيرفع الضغط وبيسبب مشاكل. فهو خير الامور الوسط، زي ما انت حضرتك شايف كده ده الوسط بتاعنا اللي هو ولا حادق ولا عادل. ما شاء الله. طيب قبل شم النسيم بقى نقول الاهالي نقول للمواطنين بقى قبل شم النسيم يعني والله انا كل اللي انا حابب يتعامل في الفسيخ اهم حاجه بس يروح للمحل اللي هو بيثق فيه، لان اهم حاجه النظافه. بلاش طبعا، لان المشكله الباعه الجائلين طبعا بيشتغلوا في الفتره دي. انا كل اللي انا اقدر انصحه ان هو يروح لحد يثق فيه، حد نظيف، محل معتمد، محل معروف. بالظبط كده. واحنا زي ما انت حضرتك شايف كده الشهادات احنا واخدين ابروفد من وزاره الصحه ومن سلامه الغذاء، وكل فتره يعني انا كل يوم بيجي لي لجنه من سلامه الغذاء او من الامن البيطري مشكورين، ناس محترمه بياخدوا عينات وبيطلعوا لي النتيجه. العينات دي بيقيس فيها البكتيريا، بيقيس مسببات التسمم، بيقيس الاملاح، بيقيس الهستامين، بيقيس حاجات كتير جدا عشان يقول لي انت ينفع تبيع ولا ما ينفعش تبيع. فمعظم المحلات او يعتبر كل المحلات في المحله ناس كويسه، ناس محترمه وبتهتم بالنظافه، فانا انصح الناس ان هم يروحوا لحد يثق فيه بس. بعيدا بتتابع بقى الجائلين بشكل عام يعني. بالظبط كده، ان هو يبقى يروح لحد يثق فيها. شكرا لك يا دكتور، يعني دي كانت جريده معاكم متابعين السابع مع من داخل احد محل